كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان. توحيد خنتوني دلقتي إني واسلبتي كتاب خنا خيستي واهي توحيدا برنم حق آفي باطل الدبافنم شركي في كفر الدبافنم وملكاوي خنتوني دقبتي دين ساجب الفتين خساري هنگه سلبتي تكاتي قنشر كلاكتي خساري هنگه سلبتي تكاتي قنشر كلاكتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بلينك شيخ إسلام كتاب خيني كتاب التوحيد شيخ صالح الفوزان درسي خلص قلف على برنارة درسي خلص يلف عن غيثتي ونلالو في بيان حكم تعظيم التماثيل والنسب والتذكارية وان جاني لالا إن شاء الله يسان خلص اسمع لنا فوتو حاولتي أدى إسي قدسون أكمل لالا والنسب نسب يواني جانين وانا كهجوبا وانا أدى وان سلال قبرمتو تاتي وان يادنو وهي جاني قرن خنين خنا فكاتاني رادبان. التماثيل جمع تمثال تماثيل جتون شوفوا ما حاولتي لي فوتو ليراتي وهو الصورة المجسمة يسين فوتو تاتي تن حاولتي دا تني أغافر يوخانو سيمنتوران دلغني دابن تنكناتي نجال على شكل إنسان نما فكيسني أو حيوان يوخا بنينس فكيسني أو غيرهما وان خنا مليجرو مما فيه روح والروحيك أبو فكيسني خندلغني نجال. والنسب في الأصل العلم وأحجار كان المشركون يذبحون لإحياء ذكرى زعيم أو معظم على صورهم وان علاماتك كان نجال سنم والنجانين أكا أصلي التسرى وانا كدغادا مشركوني اتياء غبر ملتو وهي يادة تك غرتني يوخانو درتها إساني تكو يادنو درتها إساني سن غرتني وانا كدغاتك غرتني تتياني غبرن سنين سنمجا. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تصوير ذوات الأرواح نبي كينيا صلوات ربي وسلامه عليه وام لبوك أبو فوتيسو فوتو خاصو راهل أورك ولا سيما تصوير المعظمين في البشر خيسافو نما حواسا بركب جماعته في قدفمو فوتو ساني خايتشو راهل أوركن فوتو خاصاني جتشو كالعلماء أكا علماء هجوتا والملوك أكا موتوتا والعبات والركا ربي قبرو والقادة دورتها أوتا أو قنتوتا دادا والرؤساء درتاؤتا دوريلي الدادا جرين كان فوتو ساني خاساني خايتشو رادوركن سواء كان هذا التصوير عن طريق رسم الصورة خرفت انتهو أركان بريستو وعلى لوحة أو ورقة أو جدار أو ثوب وجور التاتو وانا ددار التاتو إسان خنا فوتيستي خايتشو رادوركن وعن طريق التقاء بالآلة الضوئية المعروفة في هذا الزمان وخانو كاميرا لي وانتو تأمان تنفوتون كاسن تأمان تنانتوسجا وعن طريق النحت قرانيته وبناء الصورة على هيئة التمثال إسي أكا نما حاولتي قرتي سمنتو ددار راتولشتو. ونحى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق الصورة على الجدران ونحوها نبين كان صلوات ربي وسلامه عليه فوتولي الدادة قدار الدادة رقو رجوراس ندور كان ججور. وعن النسب التماثيل ومنها النسب التذكارية يادنو الأفجاني خنقاية لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. والنسب يادنو يتخي سنبودا شركتي وانا مجيستو فججة وانا كسيتي سرا دور كان نبين كان صلوات ربي وسلامه عليه لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. فإن أول شرك حدث في الأرض كان بسبب تصوير ونسب الصورة. شركين الدنيا تنرد دور صورفته
sababa hawiltii adda addaa qoruutii fi sababa footoolee adda addaa dhaabuutiin taatee jaa. وذلك أنه كان في قوم نوح رجال صالحون أمتنا بنو خيسا أمتا قاري تتري أمتا إبادة ربي ججبورا دين التس ججبورا حقا ربي ساني غرطاني تتري فلما ماتوا حزن عليهم قومهم حقوما جرسان دواني أمني ساني تيادوان أمني ساني يادوانكا يادو قدا فأوحى إليهم الشيطان أن أنسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنسابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد شيطان كجين أبو إسان خناني جالتنيمي إيجا جالتنيفو فوتو تكا قرارا بوتا إسان دور تاني ربي قبران سن كايارا مسجد خيسا فاتاتو بوتا إسان تاني ربي قبران سن كايارا هقا صلاة خيسان صلاة صلاة كيسان صلاة نيادتني أكرب خرطن إبادة كيسان قراني يادتني كرب خرطن جئين جتشور أمني سنة كسي فوتو خاياني رب خرطشو يقلن هي إسان انقبر أمني هون أبوني هون إسان انقبر خاياني تم رب قبرو تففن أكا إساني جباچو تففن هقما إسان دواني حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت هقوما إسان دواني إلمان سانيتين شيطاني رفي مالجين إسمبر أبوتين تيسان فوتوتان الرامل كاواني يجي شيطان واني أسيس صلاة تراني فوتوتان في يجي شيطان إلمان ربي ريساني فوتوتان قبرو تفوفان غندون دخيسا فوتونا كنا تقبرم تحد مات سبب خناف جتشا حالي هماتا ربي ديفمي نمني فوتو مقبرو كتن ولما بعث الله نبيه نوحا عليه السلام ينهى وقم ربي النبي نوح يرجع لوركا علتين عن الشرك الذي حصل بسبب تلك الصورة شركي ليه رفتتنا سبب فوتولي سنتين ترفتتنا أكرر لوركتي التي نسبت امتنع قوم من قبول دعوته ومن دعوة نبي نوح تقول تنا ما تمانو أجوددا لكن تبون خير تنا ما يساق بروق الرجاني وأسروا على عبادة تلك الصورة المنصوبة التي تحولت إلى أوثان فوتو غرا شركي ججيرم تسن قبروا تففن وقالوا نجال لا تذرن آلهتكم وليف دامو يقلن هنديسنا قبرمتو تيسن ولا تذرن ود ديسنا ولا سواع سنديسنا ولا يغوز سنديسنا ويوق ونصر يوق سنديسنا نصر سنديسنا جرخون دي جرى ربي قبروا ترن بودر ورقبرمو تهانجتشو وهذه أسماء الرجال الذين قن مقالي ديروون غغاريت صورت لهم تلك الصورة على أشكالهم إحياء لذكرياتهم وتعظيما يادنو إساني تبجيش فوتولين إساني وردابهم تجرخون انتي ورقا فدرامو إبادتيس دينتيس أكان ججبو تران جرخون فانظر ما آل إليه الأمر بسبب هذه الأنساب التذكارية من الشرك بالله ومعاندة رسله لا لوادو في سبب فوتو سنيتي بجتشا ارقم ربي قالين سادي دمو قبرتي ربي ديفمو وانتسوا ربي تاتي قبرمون دفتدو مما سبب إهلاكهم بالطوفان ومقتهم عند الله وسبب سنيتي بجتش ربي نسان حلاقة طوفان التبوسي بشان التبوسي دجي بسمي بشان التباني سبب بشانيتي الرمو نساني ومني سندجي رابدو تان أكسما ربي نتعارو تان وما ربي هندنو إسان الدلنون تاتي حتى أنقو ياران تناتي أبارا مولا مما يدل على خطورة التصوير والنسب الصورة خوان فوتون يغانو فوتولين خاصن خوان سين قبدوان نمغرسي سراي ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة قنا في نبي ربي صلوات ربي وسلامه عليه فوتو خاصني قراني وانا ددا قراني دابو دورك ور فوتو تنخاصص ور أكان كتا مغويا قياما جان وأمر بتأمس الصورة فوتو بل ليس التاجج وأخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة نوديس من فوتون كيس جرت ملائكة لنسين تجا النبي كل ذلك من أجل مفاسدها وشدة مخاطرها على الأمة في عقيدتها سبب يسين عقيدة أمة الرتي دين أمة الرتي ركوك أبدوفي فإن أول شرك حدث في الأرض كان بسبب نسب الصورة
شركين الدنيا تردرو سبب نسي سورة روان كيف. وسواء كان هذا النسب للسورة والتماثيل في مجالس أو الميادين أو الحدائق فإنه محرم شرعا لأنه وسيلة إلى الشرك وفساد العقيدة. ويروح يسقرتو منك قرتو بوتا ددر قرتو عد باباي وخانو بوتالي ددر قوتو هندسيتو رامي عقيدة وجه والفاليسيت. وإذا كان الكفار اليوم يعلمون هذا العمل لأنهم ليس لهم عقيدة يحافظون عليها فإنه لا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم ويشاركوهم في هذا العمل حفاظا على عقيدتهم التي هي مصدر قوتهم وسعادتهم. كافر لله كافر فكاتشون أكا كافر قدون حاولتي لي أددا من خيس قدتشون فوتولي أددا قدار من يفير متنفتشون مسلم أفنتو أكا كافر قدون يجشوران وانا كسكسي تاسسون نو مسلمات كوفنتو جتشور إن شاء الله بلين كينيا درسي خينيا را وعدكو بتنديك أبنا سجنتان خينيا ران تنا خنا فكاتا باية سنجلة توفنا سجنتات تانو جيننغولا قررتنا جانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.